لا لا لا، تعالى يا معلم كده وركز معايا واسمع الفيديو اللي هيظهر دلوقتي ده، وشوف لما حرقت لك ربع نهائي كأس العالم للأندية. اما الناحية التانية ليون المكسيكي واوراوا الياباني، فانا بتوقع الكرة اليابانية تقدر تنتصر على المكسيكية وتكون في طريق مانشستر سيتي بطل اوروبا. فيبقى كده عندنا السيمي فاينال ما بين السيتي واوراوا الياباني. فلومينسي بقى مستنية مين هيكسب من اتحاد جدة والاهلي. ولكن خلينا في التوقع، وبتوقع الاهلي هو اللي هيكون في مواجهه فلومنسي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ما هو يا معلم التوقعات دي فن مش عن اقعد يا معلم كده ومزمز كل فريق وكل مواجهه وشوف ايه اللي بيحصل حواليهم. واكبر مثال لمواجهه الاهلي والاتحاد، واللي ناس كتير متوقعه ان الاتحاد هيكسبه بسهوله علشان قوه الفريق والامكانيات واللعيبه اللي بالملايين اللي عنده. ولكن بقى دايما الاهلي بيكون قد التحدي، وهو ده اللي خلاني اقول لك ان الاهلي هيقدر ينتصر على الاتحاد وبسهوله وبسكور. اما الناحيه الثانيه اوراوا وليون اخر مباراتين، فالملخص شفته بسرعه قدرت ان انا اشوف فريق اوراوا الياباني هيقدر ينتصر، وبالفعل قدر اوراوا ينتصر والاهلي ينتصر. فلومنسي وسيتي كده كده متواجدين في نصف النهائي علشان يكونوا الاربعه اللي قلت لك عليهم. الاهلي واوراوا موجودين في السيمي فاينال امام فلومنسي والسيتي. واستنوا بقى فيديو على السريع كده علشان احرق لك واقول لك مين الفريقين اللي هيكونوا في نهائي او فاينال كاس العالم للانديه.